بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. من قناة نور الزراعة أحييكم، معكم مهندس محمد علي، استشاري أمراض النبات وبرامج تسميد جامعة عين شمس. تليفون 0100 52 51 662. النهارده هنتكلم عن إنتاج وتسميد الفول السوداني. هو أحد محاصيل العائلة البقولية، يجوز زراعته في الأراضي الخفيفة الصفراء والرملية. ميعاد الزراعة المناسب من 15/4 حتى 15/5 اللي هو إبريل مايو. أهم الأصناف جيزة 4 و5 و6، والبنش والبلدي والمصري والسوداني والعربي والرومي. كمية التقاوي للفدان 70 إلى 75 كيلو قرون، حوالي 40 ل 50 كيلو بذور. حرث الأرض حرث جيد، وقلب الأرض 1 متر. الخدمة الزراعية عبارة عن 20 متر مكعب سماد الفيرم كومبوست، زائد 200 كيلو سوبر فوسفات أحادي، زائد 50 كيلو كبريت زراعي، زائد 25 كيلو بوتاس. يتم الزراعة في خطوط أو مصاطب بعرض 80 سنتي أو 12 خط على القصبتين، أو 8 مصاطب أو 9 مصاطب على القصبتين. معدل القصبة 3 متر ونص. معاملة التقاوي قبل الزراعة بالمبيدات المطهرات الفطرية لمنع الأعفان وتساقط البذرات، زي الكبريت الميكروني والسيفونات الميثايل 80% المحببة، والهيمكسازول بمعدل 200 جرام للفدان. يعني كل 3 كيلو كل كيلو بذور له 3 جرام من المطهر الفطري. الفول السوداني طبعا المعاملة بمادة العقدين البكتيري 2 كيس في 400 جرام للفدان، تعمل على تثبيت النيتروجين في الجو للجذور قبل الزراعة. توضع مع مادة لاصقة زائد جزء من الماء البسيط، وتوزع على البذور. الزراعة طبعا على جانبي المصاطب أو على جانبي الخطوط في ارتفاع الأعلى من الخط بين الجرة والأخرى 25 سنتي. الزراعة ثم الري المباشر. الري على حسب التربة، ممكن كل يوم أو كل من 2 إلى 3 يوم على حسب التربة والجو. مكافحة الحشائش إما يدوي أو عزيق أو بالرش بعد الزراعة، ويفضل الرش يدوي، العزيق يدوي أو بالآلة. وفي أحيانا في الحشائش الكثيرة بنسمد برضه مبيد مانع إنبات للبذور، زي مادة البنتازون الموجودة في الجول أو الستوم، ده بعد الزراعة مباشرة. أما أثناء المحصول وهو في النمو الخضري، رش مركب حشائش رفيعة الأوراق مثل الكالسيدوم أو الهالوكسي فوب بيميثايل، أو مادة الأيزوفوب بيوتايل الموجودة في مادة الفوزليت أو السيليكت جولد. الفول السوداني طبعا بيتم تسميده بالتسميد النيتروجيني 1 شكارة يوريا أو 2 نترات، ويفضل وضع السماد سلفات النشادر زائد السوبر الناعم، حوالي شكارتين سوبر ناعم و1 شكارة ملح في الخطوط، والردم عليهم بالتراب أو الرمل حتى يساعد على الإنتاج النمو الخضري وإنتاج السل أو الحبيبات في المحصول. حتى بداية التزهير أفضل سمات هو سلفات النشادر. التسميد الفوسفوري أو البوتاسي الفوسفوري أو الفوسفور، يحتاج الفدان إلى 20 لتر حمض فوسفوريك من البداية حتى العقد. أما التسميد البوتاسي بيحتاج 50 كيلو بوتاس من بداية التزهير حتى العقد، بعد العقد ب 15 يوم. التسميد بالكالسيوم يحتاج الفدان من 25 ل 50 كيلو نترات كالسيوم، زائد 10 لتر حمض فوسفوريك حمض نيتريك. يتم الرش بالحديد والزنك والمنجنيز والأحماض الأمينية والطحالب البحرية والحديد 6%، دي مفضلة للفول السوداني. 2 رش. كمية المحصول أو الإنتاج من 1500 إلى 2000 كيلو للفدان. مدة عمر النبات من 90 إلى 120 يوم على حسب الصنف. طيب، الأمراض التي تصيب الفول السوداني: أعفان الجذور بتعالج بكبريتات النحاس أو كشكلور النحاس أو الكبريت الميكروني أو برمنجانات البوتاسيوم. النيماتودا تسميد مادة الإكزامايل 24% رش أو تسميد. طبعا في أمراض زي التبرقش أو الفيروسات، ده مرض بيسببه المن والتريبس، ترش حشري. البياض رش فطري. في مرض أخضر أو مرض الإصفرار
هو او نقص العناصر او المرض الصفرة، ده مرض فطري بنرشه بمبيد فطري، او نرش حديد 6% وطحالب بحرية. رش مبيد فطري، رش فطري، او رش للاصداء، ده مرض مهم برضو اللي هو الاصداء او الصدى في الفول السوداني. الافات الحشرات التي تصيب الفول السوداني: الحفار والدودة القردة والمن والتربس والذبابة، دي بنرشها طبعا حشري. والعناكب وصناعات الانفاق والتوتا ابسولوتا ودودة الحشد وفراشة الدودة السمار، دي بنرشه بمادة الكلوروبروفوس أو مادة الأبامكتين بوموزوات أو مادة الأسيتامبرايد. عفان القرون: مرض الفيتافاكس أو الفاكس اللي هو الإسبرجس أو الإسبرجلس، يأتي من الري بالمياه الجوفية من باطن الأرض باستمرار. علاج طبعا كبريتات النحاس أو الكبريت الميكروني، رش أو تسمين. والرش بالحديد 6% ده أفضل طبعا. طيب في حاجة تانية برضو، بعض الأمراض اللي بتصيب الفول السوداني زي العفن الأصفر المخضر، عفن منطقة التاج في الجذور، مرض الذبول وموت البذرات، عفن القرون أو موت البذرات، العفن الفحمي في القرون، أو أمراض التبقعات بيعالجها طبعا سيفونات الميثايل والسيرام والميتالوكسيل والكبريت الميكروني. مرض عفن اللفحة الساقية، مرض تبقع الأوراق واللفحة المبكرة والمتأخرة، ومرض التبقع المبكر والمتأخر. طبعا ده بنرشه فطري، وخاصة الكبريت الميكروني ده واللي هو الكبريت المصري اللي هو كفر الزيات أفضل، لأن الكبريت الميكروني بيعتبر علاج للآفات والعناكب وعلاج للبياض والأمراض الفطرية. طيب الفول السوداني طبعا العلاج من الأمراض الفطرية والحشرية للمحصول: مقاومة الأمراض والآفات الحشرية وعفان الجذور والنيماتودة، اتباع الدورة الزراعية، تطهير البذور بالمطهرات الفطرية، زراعة تقاوي سليمة خالية من الأمراض، الري المنتظم والتسميد المنتظم، الري والتسميد في الصباح الباكر أو قبل غروب الشمس، التخزين في مكان جيد التهوية عند تخزين المحصول، الزراعة في الميعاد المناسب، نظافة الأرض من الحشائش إما يدوي إما بالماكينات أو إما بالحشائش، تصويم الأرض قبل الحصاد بمدة 7 أيام لجفاف العرش، وصب الأوراق الغذاء اللي في الأوراق في القرون. سؤال الحلقة هو ما هو أخطر مرض فطري يصيب الفول السوداني؟ دمتم في أمان الله والسلام عليكم.